السلام عليكم، جسمك وصل بيا. اذا كانت علاقتك بامراتك سيئه جدا تشوف اللي الحيه راها على وشك الانهيار، تفرج هذا الفيديو. في هذا الفيديو غادي نعطيك الزبده ولا واش تستحق انك تخدم مع مرتك، ولا واش من الصوالح اللي راك ديرهم غالطين باش تخدم ولا تعاود كاع ترد كلشي كما كان، ولا كان الحب بيناتكم مشى تعاود تنوضه كاع. الحاجه الاولى هي خصك تعرف حاجه على النساء اخويا الرجال. هذا الفيديو باي ذا واي، هذا الفيديو موجه للرجال اكثر منه موجه للنساء. الحاجه الاولى خصك تعرف حاجه على النساء يا اخي الرجل، اللي هما النساء كيبغوا البنادم اللي كيسمحوا ولا كيحتاجوا البنادم اللي يسمحهم. يعني كي تجيك مرتك تشكي لك حاجه ولا تبدي تفرغ لك المشاعر نتاعها، انت ما تبداش تقدم في الحلول. المراه ماراش انسانه غبيه، كاع اللي باغا تقولها انت راه خمت فيه من قبل. تسمى هي واش راها باغيه. كي تبدي مرتك تشكي لك ولا تقول لك بلي صرا لي كذا ونهار يعني فيه كذا وانا راه فيا كذا، انت غير اسكت واسمع، غير اسمع وقول بعض الكلمات كيما واه وكيف، وابدي اهتماما، اسمع من نيتك، ابدي بلي راك مهتم. هنايا شت هادي غادي المرأة تكون ممتنة ليك أكثر من أي حاجة ولا أي حال قدمتها ليها من قبل. صاي تما كتجي مرتك تحكي لك ولا أنت غير اسكت واسمع ليها وأبدي اهتماما في أنك وكونك مستمع مليح. كونك مستمع مليح غادي تكون ممتنة لك وغادي كل شيء تخدم، وغادي تروماركي بلي نفسيتها بدات وحدها تسكن. سما هي بدات تزقي وتشكي وتحكي منها، سما بعد كاع داك هادشي نفسيتها وحدها تخدمت ولا تشعر بشعور مليح. الحاجه الدوزيام، حنا عندنا مشكل في التواصل. مهما كانوا نبغوا شغل، انت ما اذا كنت تبغي بنت تبغيها شغل حب كبير بزاف، يكون عندك مشكل في انك ديليفري هذا الحب، يعني تعبر عليه. النساء يبغوا التعبير على الحب، سما انت ماشي واخترت واش يصرى. هنا كاين خطأين. الاولى في التعبير على الحب، اذا انت راجل ما كتعبرش على الحب تاعك لمرتك يعني فيك بروبلام بمعنى الحرفي. يعني المراه كتبغي الانسان اللي يعبر لها الحب نتاعها. ما اذا كنت متزوج في 30 عام كمل عبر لها على الحب نتاعك، ما تقوليش بلي قلت لها نبغيك البارح ثم اليوم راها عارفه. نو، ما تنفعش هذه. الحب عند المراه كيما ليسونس عند اللوطو، تعمره كل يوم كل سمانه، ماشي تعمره خطره وتمشي بحياه كامله. راك فهمني؟ والحاجه الدوزيام هي يكون عندك مشكل في التعبير على الحب نتاعك. كي يكون عندك مشكل في انك توصل الحب نتاعك بالكلمات، يعني ما تعرفش تعبر على الحب نتاعك، يعني ما تعرفش كيفاش انك مثلا تغازل المراه، ولا ما تعرفش كيفاش توصل لها افكارك بواحد الطريقه يعني هي تبغيها. هنا خصك تعلم كيفاش تواصل بينك وبين مراتك. انت على سبيل المثال المراه تبغي الانسان اللي يمدح شكلها ولا اللي يمدح جسمها ولا اللي يمدح عقليتها، يمدح ذكائها، يمدح الافكار نتاعها. يعني انت كي تجي فايت عليك مرتك مهما انت مدحتها البارح زيد مدحها اليوم وقعدت تمدح فيه. هذا باسكو هذا الشيء غادي يمثل العلاقه بيناتكم. واغلبيه المشاكل بين الراجل والمراه كيجوا من ان الراجل يا اما ما كيعرفش يعبر على الحب نتاعه لمرته، يا اما ما كيعبرش اطلاقا. وهذا الشيء كما نقولوا فري حاجه يعني خطا ضخم جدا غادي يؤدي ان العلاقه تاعكم فري تفايدي وتمشي. الحاجه الطروازيام هي خصك تكون مهتم بالمراه نتاعك. يعني ولا راه شوف، يا اما خصك تكون مهتم بالمراه نتاعك يا اما كاين مشكل انت ماكش عارف الحل نتاعه. يعني الا شفت العلاقه تاعك بينك وبين مرتك تمشي تهود لتحت، يعني راه كاين مشكل، يعني راك درت حاجه، يعني راه كاين حاجه ما راهاش مليحه. هادشي ما كيصراش وحده، راك فاهم؟ واغلبيه هاد الصوالح ما كيكونوش من الجانب المادي على حسب ما اوبزيرفيت انا، ولكن كيكونوا من الجانب العاطفي. يعني انت بينك وبين مرتك ما راهش كاينه عاطفه، راكو عايشين غير روتين ممل جدا، وراكو راك تعامل مرتك شغل صاحبك، وهذه حاجه فري غلط. وجاني بغا نقول لك في هذا الفيديو اللي هي عاود راجع راسك وراجع كيفاش راك تتعامل مع مرتك. اذا انت انسان بخيل، اذا انت انسان ما كتعطيهاش حقها من الاهتمام، اذا انت كتهتم بولادك اكثر من اللي كتهتم بها، اذا انت كتهتم بدراهمك اكثر من اللي كتهتم بها، اذا انت كتحط الدراهم في منزله كبيره على مرتك، مشكل كبير هذا. باين بلي علاقتك بمرتك غادي تمشي. هما اغلبيه المشاكل كيجوا من واحد الغلطه اللي هي انك تكون بعدا اوريدي كاينه واحد الحاجه بينك وبين مرتك راها يعني نوعا ما فيها غلطه، كاين كارثه راها صاريه في علاقتكم، كاين حاجه مرتك ما راهاش عجبها بصح ماهاش باغيه تحكي، تسمى قاعده غير كشارك معاك. انت خصك تفهم هذا الميساج وراجع نهارك وراجع واش هما الصوالح اللي درته البارح ولا السمانه اللي فاتت ولا ادوا الى ان ديريكت مرتك ما يعجبهاش الحال. وراقب هضرتك. النساء فري حساسين للكلمات، راقب واش تقول وراقب الكلمات اللي كتوصله ولا اللي كتشرح به الافكار نتاعك. حاول قدر الامكان انك ما تقولش حاجه تجرح بها مرتك. وجوست هذا الفيديو يكون عجبك، كاع اللي بغيت نحكي له هذاك، ولا كان شي حاجه زياده ولا كان شي حاجه مشكله بينك يعني مشكله بينك ومرتك، انا ما دخلني، ولكن نشرح لك الصوالح اللي خاصك يعني تدارك. هو الا كنت اوريدي حيه ماشي وتهدى صاي. الا كان عندك شي حاجه حابني نهضر عليها ولا شي انفلونسر ولا منشئ محتوى ما هضرش عليها وراك باغي منشئ محتوى يهضر عليها،
اكتب لي في الكومنتار ان تهلا لي في روحك.